اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل مع بعض البسكوت. انا طبعا هتكلم عن المقدار بالكيلو. طبعا انا مش هعمل كيلو، انا هعمل 3 كيلو. معايا هنا الدقيق ده مخصص كحك وبسكوت. معايا سمنه. مقدار السمنه انا هتكلم بقى بالكيلو، ملكوش دعوه بالكميه اللي انا هعملها. الكيلو عليه كوبايه ونص سمنه، كوبايه ونص سكر بودره. هنا طبعا انا حاطه بقى مزوده المقدار، مضاعفه على حسب الكيلوهات اللي انا هعملها. معايا 15 بيضه. كل كيلو 5 بيضات. لو البيضه كبيره شويه اعملوا 4 عادي. انا حاطه المقدار بالمج ده، عايزين تحطوا بكوبايه عاديه او اصغر، يبقى نفس الكوبايه هي اللي تعايروا بيها السمنه تعايروا السكر. وعلى كل كيلو معلقه باكو باودر. وجايبه معايا زيت او روح البرتقال ده، بيدي ريحه جميله جدا للبسكوت. البسكوت ده بيبقى طريقته جميله وبيبقى هش وحلو جدا. اهم حاجه ان احنا ننخل الدقيق، هننخله مع بعض دلوقتي. طبعا بعد ما اضرب بقى السمنه والسكر مع بعض كويس جدا. مفيش مضرب كهربائي، عادي انا هضربهم بالمضرب. مفيش مضرب، مفيش اي مشكله. ندعك السمنه بايدينا، طول عمرنا بندعكه بايدينا وبيطلع نتيجه البسكوت تحفه جدا. هنا قربت البوله اهو بوريكم السمنه. طبعا انا حاطه سمنه كتير، مقدار 3 كيلو. لكن هو الكيلو قلنا كوبايه ونص او مج ونص. هضرب السمنه الاول بالمضرب قبل ما احط السكر. هضربها كويس شويه كده. هضرب فيها حبه حلوين. طبعا السمنه دي كانت في التلاجة اصلا. السمنه بقى عايزين تعملوا بزبده مسيحينها، عايزين تعملوا بزبده عاديه، عايزين تعملوا بسمنه نباتي، عادي جدا بصراحه. البسكوت بيتحط له ريحه البرتقال، ما بيفرقش خالص، بيبقى ريحته جميله قوي. هحط لكل كيلو اقل من النص كوبايه لبن. انا هحط على المقدار ده، هحط كوبايه وربع لبن اللي هنعمل فيه النشادر كده. كل ده دلوقتي انا بدعك كده بقى الاول في السمنه. هنزل بالسكر اهو. معايا طبعا السكر ده 4 كوبايات ونص او 4 مجات ونص لل3 كيلو. لكن زي ما قلنا للكيلو كوبايه ونص. هفضل بقى اضرب فيهم بالمضرب لغايه ما يبقى لونهم فاتح خالص وكريمي. زي ما قلت لكم مش فارق خالص ان انتوا تضربوه بمضرب كهربائي، ممكن تدعكوا السمنه مع السكر بايديكم. هو بس بيحتاج مجهود شويه، بس بيبقى النتيجة واحد صراحة، بس هو المضرب بيريح اكتر طبعا. هفضل بقى اضرب فيه كده كتير لغاية ما يديني كريمي خالص واللون يفتحها خالص معايا. هنشوف مع بعض. باخد كده من جميع الاتجاهات عشان طبعا ما يبقاش فيه سكر في الجوانب. شايفين اللون وشايفين بقى كريمي وعيلي وعمل فوم كده ازاي. في المرحلة دي بقى هنزل بالبيض، بس طبعا مش هنزل بيه كله. هننزل كده حبة حبة، واحدة واحدة، 2 2 حسب ما ينزل معايا. انا حاطة على البيض طبعا فانيليا. كل بقى بيض احطه اخفيه خالص في الخليط بتاعي، افضل اضرب بالمضرب لغاية ما يبانش خالص. ده من اهم يعني نتائج نجاح البسكوت الخطوة دي. شايفين مش هحط تاني الا لما يختفي خالص. البسكوت بصراحة بيطلع نتيجته جميلة جدا بالمقدار ده. بس اللي عايز يحط 4 بيضات بس عادي جدا، لما يكون البيض كبير 4 كويس على الكيلو. هنا خلاص اخر بيضتين انا حطيتهم بقى كده مع بعض. انا كده مستمرة بضرب بالمضرب. هنا حطيت بقى ريحة البرتقال او زيت البرتقال.
بصوا بقى الريحة بتاعته كانت جبارة بصراحة. لما انا حطيته، انا حطيت 2، مرضتش اكتر اكتر من كده، يعني كده في المعقول. بس الريحة يعني قلبت الدنيا، ريحة البرتقال حقيقي فعلا جميلة جدا. هنا هبتدي بقى افتح كيلو كيلو كده دقيق هنخله. دي لما بيتنخل صراحة برضو بيدي نتيجة جميلة في البسكوت. بصوا على قد ما الدقيق ده غالي ومخصص كحك وبسكوت، لكن برضو هيطلع يعني هيطلع مادة خشنة كده من الدقيق. هوريها لكم. بصوا، يعني اهم حاجة ننخل الدقيق، دي يعني خطوة مهمة جدا. هفتح التاني. هنخله برضو. كده الدقيق بينزل بقى ناعم جدا وصافي جدا. بيدي بقى نتيجة للبسكوت، بيبقى ناعم قوي وطعمه جميل. هنا بقى حطيت باكو باودر كامل، لكن احنا قلنا على الكيلو معلقة مش كتير، لكن انا حطيته بقى على الكمية كلها، حطيت الباكو كله. وهجيب بقى اللبن، طبعا دفيته كوباية وربع، هحطه على المقدار. قلنا على الكيلو يعني نص الا حاجة بسيطة لبن. هحط فيه بقى الفانيليا قصدي النشادر، وهرفعه بقى كده لفوق عشان طبعا النشادر بتفور. هو كده اللبن دافي، حطيت النشادر بقى ورفعت ايدي فوق الدقيق، هيفور مني دلوقتي. وهنزل بقى على الدقيق، هنزل بقى الم الدقيق بالخليط بتاعي بالنشادر. شايفين النشادر بتفور ازاي؟ واحط ايدي كده عشان لو اي حاجة مكلكعة في النشادر او اي تكتلات. بس انا عارفة ان هو مفيهوش حاجة، زي الفل. انا قلبته كويس. شايفين بحط ايدي ازاي؟ ريحة النشادر بقى كانت فظيعة، بس طبعا ريحة البرتقال بصراحة غلبت عليها. هلم بقى كله كده كويس جدا، ان شاء الله يديني عجينة حلوة جدا للبسكوت. اجيب من تحت كده كويس، الم كل الدقيق بالخليط. مش قادرة اقول لكم كانت الريحة عاملة ازاي، ريحته تحفة بصراحة، وطلع بسكوت هايل وما فرش مني. هنشوف مع بعض ان شاء الله. كده لميت العجينة بتاعتي بقى كلها، محبتش اطول عليكم بقى الفيديو اكتر من كده. هنا بقى جبت مفرمة. دي مفرمة كهربائية يعني. انا كنت زمان بعمل بالمفرمة الحديد العادية، وبعدين لما جبت الكهربائية دي رحت رايحة عند الحداد عمل لي وش للبسكوت. يعني انا الملحوظة دي عايزة اقولها لكم، ممكن اللي عنده مفرمة يعملها. بصراحة بتسهل عليا جدا جدا، وبتخلي البسكوت يخلص معايا في ثواني. بس طبعا لازم يبقى معايا بقى ايد تساعد معايا. فرحة بنتي بقى ربنا يخليها لي يا رب، هتساعد معايا بقى وهتعمل معايا البسكوت، لان المكنة بتجري جري جري، فعايزة كذا ايد تلحق عليها. انا كده هشغلها، هعمل معاكم كده بسكوتين، وبعد كده بقى اكمل الباقي كله، لان هي ما شاء الله يعني بتنهض وبتجري جدا. جبت هنا طبق احط فيه قدامكم بوريكم النقشة. طالما البسكوتة تعمل النقشة الجميلة دي، اعرفوا ان هي بسكوتة جميلة جدا، مش هتفرش ولا اي حاجة.
يا ريت اللي عنده مكنه كهربائيه يعمل العمله دي، يروح عند الحداد يعمل له الوش اللي هو بيدخل فيه اللمواس، يعملها عند الحداد، بيعملها ما بتكلفش حاجه خالص صراحه. انا عاملاها بقى لي كام سنه، مريحاني جدا جدا يعني. بحط فيها اللمواس العاديه جدا اللي انت بتحطيها في المكنه الحديد، بس هي بتفرق ان مكنه الكهرباء بجد سريعه جدا وبتريح جدا جدا. هنا انا خلصت اهو صاج، هكمل بقى الباقي كله، هندخله الفرن طبعا. هنا بقى البسكوت بتاعي خلاص خرج من الفرن ورصيته في الصينيه. ايه رأيكم في شكله؟ تحفة وناعم جدا وخفيف جدا جدا، مش قادرة اقول لكم شكله بقى كمان الكاميرا ظالمة اللون صراحة. بصوا مش مستحمل، ناعم قوي قوي وطعمه جميل جدا. يا رب اكون وصلت معلومة بسيطة وما يكونش الفيديو تقيل عليكم. واتمنى بقى تدعموني باللايك والاشتراك للي اول مرة يشوفني.